سي صلاح الدين عبقري، مرحبا بك في لو 360. شكرا، مرحبا. أنا سأبدأ معك يعني من المجلس الوطني الأخير، يعني المجلس الوطني 32 ديال الأصل والمعاصرة، اللي خلق واحد الجدل كبير يعني في صفوف ديال المثقفين وديال السياسيين وديال الرأي العام بشكل عام حول فوزي القجع، أمر الذي أثار حافظه يعني مجموعة ديال السياسيين. أنا بغيت نعرف باعتبارك رئيسا للشبيبة ديال الأصل والمعاصرة، ما رأيك ولا ردك على هذا الطرح؟ شكرا اولا على الدعوه، سي اشرف. انا ما شفت يعني انه كان موضوع نقاش عند بعض الاحزاب السياسيه، ماشي المثقفين والمفكرين والسياسيين وهذا. ودوره 32 ديال المجلس الوطني ديال حزب اصوات المعاصره راه كانوا فيها مجموعه من النقاط ديال في جدول الامال. قدمنا من خلالها مرشحين ديال حزب اصوات المعاصره على المستوى الوطني، وهذا امر مهم. بل الأهم من ذلك والأهم من كل شيء هو أننا قدمنا الخطوط العريضة ديال العرض السياسي والعرض الانتخابي ديال حزب الأصالة والمعاصرة، اللي جاو فيه يعني 86 إجراء عملي. وهذا يعني كنا نتمنى أنه هذا هو اللي ياخذ القسط الأكبر والكبير في النقاش العمومي، لا لدى الأحزاب السياسية للمتتبعين السياسيين. السي فوزي القجع والسي ينجا الخطاط اللي التحقوا بقناعة في حزب أصوات المعاصرة، وكان عندهم يعني غيكون عندهم قيمة مضافة أكيد، وتا حزب أصوات المعاصرة غادي يكون قيمة مضافة لهم. وهذا هو العمل السياسي، والأحزاب السياسية مطالبة أنها تكون عندها الجاذبية الكافية باش تستقطب الكفاءات. ويعني ماشي أول مرة وماشي آخر مرة حزب أصوات المعاصرة غيستقطب فيه كفاءات وغيكون فيه كفاءات وغيأطر فيه كفاءات وأطر اللي عندها خبرة في الميدان وفي السياسة. سي صلاح الدين، يعني باعتبارك سياسيا شابا ورئيسا للمنظمة ديال الشبيبة في الأثر والمعاصرة، أنا بغيت نعرف في نظرك لماذا تتعامل الأحزاب السياسية اليوم في المغرب مع الشباب بواحد المنطق اللي هو توظيفي، بما يجعلهم يعني بمجرد واحد الحطب إشعال يعني نيران يعني وفتيل ديال الانتخابات. لماذا يعني لا نجد واحد الاهتمام كبير بالنسبة للشباب يعني داخل يعني البرامج، يعني أنه يتم يعني تعيينهم يعني في هيئات، أنهم يعني يعني يشدوا يعني زمام ديال القرار السياسي؟ لماذا دائما هم يعني مجرد حطب؟ أنا هضر لك على حزب الأصالة والمعاصرة. وكل واحد حر يهضر على الحزب ديالو ويهضر على الواقع ديال الحزب ديالو. أنا هضر بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة. شباب حزب الأصالة والمعاصرة ما حطب ما نار ما ماء. شباب حزب الأصالة والمعاصرة مكون أساسي في الهيكلة ديال الحزب. فاعل أساسي في القرار الحزبي، وهذا الشيء ماشي فقط يعني فقط شعار أو كلام فارغ. حزب الأصالة والمعاصرة عطى اليوم مساحة كبيرة للشباب ديال الحزب، ويعني اللي كتشوفوا الدينامية ديال منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة والمبادرات اللي طلقات منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة والتواصل الميداني اللي كتقوم به منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، ما كانش غادي يكون لولا ما كانت مساحة حقيقية للفعل، مساحة حقيقية للمبادرة، ومساحة حقيقية للمشاركة في القرار الحزبي. ونعطيك مثال ديال يعني مثلا عملية انتقاء المرشحات في يعني في اللوائح الجهوية. كان إشراك ديال منظمة شباب، ورئيس منظمة الشباب يعني هو عضو هذه اللجنة، ويعني كنقوموا بمجموعة من المقابلات مع المرشحات، وغادي يتم اختيارهم بإشراك ديال منظمة الشباب. وهذا ماشي أول يعني قرار وآخر قرار تم يعني إشراك فيه المنظمة. كانوا مجموعة من الأوراق اللي قدمها حزب الأصوات المعاصرة كانت يعني بمشاركة ديال منظمة شباب وشباب حزب الأصوات المعاصرة. ويعني في الحزب ماشي ما عندناش ادوار تعتبر قاصره، عندنا ادوار حقيقيه، ولكن اكيد ان مازال الطريق طويل، ومازال يعني مطالبين احنا كشباب اننا نزيدوا يعني نعطيو نبينوا على كفاءاتنا ونبينوا على خبرتنا ونبينوا على يعني المجهودات ديالنا. واكيد انه غاديين في سيره تحسينيه من حسن الى احسن، ونتفوق بكثير على بعض التنظيمات. بعد ما انتهى يعني المجلس الوطني من 30 ديال الأصل والمعاصرة، تساءل البعض يعني عن قيمة ديال الشباب يعني داخل الأصل والمعاصرة من بعد ما عينا يعني 6 وزراء اللي كاينين الآن يعني في الحكومة الحالية مرشحين يعني من جديد. شنو وظيفة ديال هاد الشباب الموجود اليوم داخل الحزب فاش كيشوف أن 6 وزراء أعادوا يعني الترشيح مرة أخرى؟ هو يعني ترشيح الوزراء هذا بالعكس راه امر ايجابي. لان يعني ملي كتحمل المسؤوليه السياسيه من داخل الحكومه، فاللي ترشح قبل
كتكون يعني ضروره انه يرجع للدائره ديالو ويعاود يختبر الثقه ديال يعني المواطنين اللي صوتوا عليه في يعني في الاستحقاقات اللي قبل. وشفنا يعني بالنسبه يعني السي عز الدين المداوي اللي هو اول ترشيح ديالو، مساله ديال ترشيح الوزراء ما نقولكش مساله عاديه، بل مساله محبذه ومطلوب انها تكون اكيد قانونيه. كان كذلك يعني ترشيح 7 نساء، وفي وسط هاد النساء كاينين 3 ديال الشابات اللي كيتعلق الامر بالاخت نجوى كوكوس، الاخت حنان ماسي، والاخت ايمان لماوي. وكذلك هناك بعض الدوائر اللي يعني فيها شباب يعني في مرشحين في الدوائر المحليه. عندنا كذلك اللوائح الجهويه اللي غتكون فرصه اننا نشوفوا فيها شباب اكثر، ولكن غادي نقول لك انه العبره بالخواتيم، وان ما يمكننا نحكموا على تواجد شباب في الاستحقاقات او من داخل مجلس النواب الا بعد 23 سبتمبر، ونرجعوا ونتحدثوا على عدد الشباب اللي ولجوا لقبه البرلمان، وديك الساعه نعاودوا نهضروا. الذي اثار حفيظه ديال مجموعه ديال السياسيين اللي منهم رئيس الحكومه الحاليه الذي قال من الداخله اننا لسنا في ميركاتو انتخابوي. شنو ردك على هذا الطرح من رئيس حكومه اللي ديجا انتم معاه في الاغلبيه؟ شنو نقول لك السي اشرف، انا تابعت التصريح، واكيد ان كيف ما مجموعه من المغاربه شافوا في نوع من الارتباك. ربما ارتباك ما نقدرش نشرحه انا، بل يعني واضح ربما علاش. كذلك ان مني تابعت التصريح وبصدق اعتقدت انه كيقوموا بنقد ذاتي، وانهم في لحظه من اللحظات السياسيه اللي رجعوا كيديروا نقد ذاتي، لانه ماشي حزب الاصل والمعاصره من انتدب، وكنوزن كلامي ماشي استقطب، انتدب يعني شخصيتين واعطاهم رئاسه الحزب. وكنظن ان الرئيس الحالي والرئيس السابق انتدبوا يا اما من احزاب اخرى يا اما من فضاءات اخرى غير الفضاء السياسي، ويعني انتدبوا في مهمة ديال رئاسة الحزب. والفرق بين استقطاب وانتداب هو أنه انتداب في مدة ديال مهمة ديال الرئاسة ومن بعد يعني الإنسان كيغادر، ولكن استقطاب واستقطاب سياسي، استقطاب فكري، استقطاب حزبي يدوم 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 في الوقت. ربما أن يعني رئيس الحزب أو رئيس سابق، ما بقيناش عارفين سي أشرف من هو الرئيس، ربما هناك من يجب أن يلتقط إشارة هذا الكلام ويعود إلى داره اللي هي منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، ويشوف أنه حقيقة ماشي في ميركاتو، ويرجع للدار، وحنا غنكونوا سعداء في منظمة الشباب أننا نستقبلوه مجددا. السي صلاح الدين العمقري، أن النقد اللاذع الذي تحدثت عنه لم يبقى رهين رئيس الحكومة، ولكن امتد، أخذ واحد الحيز كبير في باقي الأحزاب الأخرى. من ضمن هذه الأحزاب هو العدالة والتنمية، بحيث قال عبد الإله بن كيران اللي هو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن حزب الأصالة، جاء هذا الكلام يعني معلقا على التحاق فوزي القجع يعني بالأصالة والمعاصرة، قال بأن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب المصائب. أنت باعتبارك رئيسا للشبيبة ديال الأصالة والمعاصرة، ما رأيك ولا ردك على هذا الطرح؟ كاين واحد المسألة ديال كبار السن اللي كتوجب عليا الاحترام للشخص نظرا لكبار سنه، وما بغيتش نفصل بزاف في هاد المسألة ولا نجاوب ولا هذا، غير فقط نرجعوا ربما لبعض التصريحات ديال الأستاذ عبد الإله بن كيران اللي أحيانا يثني على حزب الأصالة والمعاصرة، أحيانا لا يتكلم عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأحيانا أخرى يوجه كلاما مثل هذا لحزب الأصالة والمعاصرة. فهنا ما يكونش تجانس ديال المواقف في مدة قصيرة، عندنا ما نعلقوا، لأن ربما غدا عاوتاني تغير بعض الأمور ونسمعوا تصريح آخر ونضطروا عاوتاني نجاوبوا. فيعني من تكون مواقف ثابتة ديك الساعة نجاوبوا عليها. سي صلاح الدين العمقري، شكرا لك. شكرا.